في مدينة كايانج وتحديدا عند برج اليقظة اللي الكل بيعمل له 1000 حسابة. الجو كان مشحونة، التوتر مالي المكان. المدير شيونج واقف بكل هيبة وأمر الطلاب بتوع الفصل دي إن هم يقفوا ويجهزوا. ليه؟ علشان اللحظة اللي هتقلب حياتهم كلهم، لحظة اليقظة. بين الطلاب دولت كان واقف بطلنا وان شياو، كان باصص للبرج وسرحانة. بقاله 6 سنين في العالم المرعب ده، عالم اللوردات والمخاطر. بعد ما انتقل له من حياته العادية على كوكب الأرض وهو واقف افتكر القاعدة الذهبية للعصر ده: لما توصل لسن الرشد لازم تفعل منطقتك الخاصة وتكتشف موهبتك كلورد، والموهبة دي هي اللي هتقولك انت هتبقى ملك العالم ولا مجرد نكرة. فجأة نادوا على طلاب الفصل دي، الهمس زاد، الضربات في القلوب بقت زي الطبولة. الطلاب بدأوا يتمنوا مواهب قتالية أسطورية وجنود جبارين يبدأوا بيهم. ده حتى جابوا سيرة طالب من فصل جرانهما، الواد ده اليقظة بتاعته طلعت موهبة سيد العناصر ومعاه وحش من نار وبركان. طبعا الكلام ده خلى الكل مرعوب ومستني دوره بلهفة علشان يثبت نفسه. بدأت المراسم، اللي يطلع بموهبة قتالية مفيدة يخرج والضحكة من ودن لودن، واللي حظه يرميه في قدرات الدعم الضعيفة يخرج وشه في الأرض من نظرات الاحتقار. لحد ما جه الدور على الاسم اللي الكل كان مستنيه: وان شياو. الفصل كله سكت، العيون كلها عالية. أصل ده عبقري الفصل الأول. دخل وان شياو جوه البرج، لا قدامه راجل لابس رداء خامق، ده المنقذ. قال له بلهجة أمره: افتح حالك واستعد. وبدأت الطقوس، طاقة غريبة بدأت تسرى في جسمه زي الكهرباء، وفي خياله بدأت تتشكل قارة فاضية بيضاء. وفجأة صوت البرج أعلن النتيجة اللي هزت المكان: لورد مروض وحشة المستوى الثانية، الجندي الأول، وحش متحولة. بره البرج الخبر نزل هز المكان بالكامل. المدرب شينوا اللي كان بيبتسم بأمل ضحكته اتجمدت على وشه. وان شياو نفسه فهم المصيبة، الاسم شكله شيك مروض وحوشة، لكن الحقيقة المرة إنه أسوأ حظه. الموهبة دي معروفة بإنها بتطلع وحوش متحولة ضعيفة جدا، وحوش يا دوبك تنفع كبش فدا في أي معركة. ومش بس كده، العيب الأكبر والأنيل إنها موهبة مش بتساعد المنطقة إنها تكبر، وتربية وحش واحد قوي محتاجة وقت ومجهود وفلوس خرافية. خرج وان شياو من البرج. المدرب شينوا حاول يطيب خاطره بكلمتين: على الأقل طلعت موهبة قتالية. بس الكلمة كانت طالعة مكسورة، الكل عارف إنها كلمات وخلاص، لأن الموهبة دي في الحقيقة أوحش من مواهب الدعم العادية. لكن الغريب في الموضوع إن وان شياو ما كانش بيعيط ولا منهار، بالعكس ده ابتسم وقال للمدربة: ما تقلقش يا مدربة، مروض وحوش برضه كويسة وشغالة. الثبات ده خلى زمايله يقلبوا عليه أكتر. بدأت التريقة والشماتة في عبقري الفصل المستقبلي اللي ضاعوا بقى مشلولة. واحد منهم قال بسخرية: يا واد يا وانا، ما تروح تبيع علف للحيوانات أحسن ما تصرف على جنودك. لكن وان شياو كأنه ما سمعش حاجة، ساب الهياص ده كله ومشى على بيته على طول. أول ما دخل البيت وقفل الباب وبقى لوحده، الضحكة الحقيقية ظهرت على وشه. أصل الناس دي كلها مش فاهمة حاجة ومش عارفين السر اللي هو معاه. وفجأة ظهرت قدامه شاشة شفافة، النظام أعلن بكل وضوح: تم ربط نظام التعزيز بمقدار 10%. النظام سأله: هل تريد التأكيد؟ وان شياو من غير تردد قال له بالظبط، ودخل فورا لمنطقة الناشئة جوه عقله. شاف مساحة فاضية هي ديت مملكته ومكتوب فيها حالتها البدائية. وبعد النظام حدث الواجهة وفتح له 4 طرق للتعزيز: التكاثر، الكفاءة، النمو، وتضخيم المهارات. بس كلهم كانوا لسه مطفيين باللون الرمادي. وفجأة جاله رسالة تانية تفتح القلب: هدية المبتدئ وصلت أخيرا. فتح وان شياو لقى المفاجأة: فرص التعزيز 3010. دي كفاية جدا علشان تخليه يعدي مراحل البداية الضعيفة. بس في تكة صغيرة، الفرصة دي ما تنفعش تتكرر فوق بعضها. وهنا وان شياو وقف وقفة لورد بجد. الأزرار اللي اشتغلت، بس لسه محتاج وحش علشان يبدأ يعززه. عاد يراجع القواعد اللي كل اللوردات عارفينها: لو جنديك الأول ضعيف حتى لو كنت عبقري هتتعب جدا في البداية، خصوصا ان العيال الأغنياء أهلهم بيدوهم جنود وموارد إضافية، لكن الغلابة اللي زيه بيبدأوا من الصفر. الكل بيضحك على مروض الوحوش، لأن الوحوش المتحولة العادية بتبقى زبالة في الفاضية، ما تقدرش حتى توصل لمستوى المحارب الخرافي. بس وان شياو بال10,000 عملة اللي معاه قرر انه مش هيقبل بالموضوع ده. نام ليلته، واول ما الفجر شقشق راح للأكاديمية علشان يستلم موارد البداية المجانية اللي بياخدها اي لورد جديد. منطقته استقرت، وبالفعل منطقته كانت استقرت طول الليل وبقت جاهزة. اول ما ظهر في الأكاديمية العيال بدأوا يتريقوا عليه: انت لسه لك عين تيجي وتنافس بموهبتك الفاشلة ديت؟ وان شياو ما كانش فاضل كلامهم، دخل جري على قسم اللوجستان، وهناك لقى المدرب شينوا بالصدفة. شينوا استغربت جدا انها شافته، كانت فاكرة انه هيحبس نفسه في البيت من الصدمة. قالت له: انت هنا ليه؟ قال لها بمنتهى الهدوء: جاي اخد مواردي. البنت اتكسفت من ردة فعله القوية وسجلت اسمه وادته كرة الموارد الأساسية، كرة خضراء صغيرة في حجم القبضة بتشع طاقة وحياة. وهو خلاص ماشية، شينوا وقفته وحطت في ايده حاجة تانية من ورا النسا. وان شياو اول ما شافها عرف انها غالية جدا وما ينفعش يقبلها، بس هي صممت وقالت له: خدها، انت لسه طالبية. قبل الهدية وهي ماشية وهي بتتنهد بخوف عالية. هنا وان شياو فهم ان شينوا دي وراها عيلة كبيرة جدا واصل عظيمة، لان البند ذو الدرجة الخضراء دي حاجة الطلاب
العاديين ما يحلموش يلمسوها، وحلف في سره انه لازم يرد لها الجميل ده في يوم من الايام. رجع البيت ودخل في اعماق منطقته، بدا يغذي قلب المنطقه بالموارد الاساسيه. القلب اللي كان نايم بدا ينور ويشتغل، واول ما استقر وان شياو جرى يشوف اهم حاجه عنده، فرص التعزيز الثلاثه لسه موجوده زي ما هي. وقلب المنطقه طلع 3 بصمات ترويض وحوشه علشان يختار منهم جندي الاول. لمس البصمات وظهرت الاختيارات في عقله: صقر النار ودب الارض والذئب الرياح. فكر بعقلانيه واختار الذئب. ليه؟ علشان السرعه والاستكشاف في البدايه اهم بكتير من القوه الغاشمه. وهو بيدمج بصمه الذئب في قلب المنطقه، النظام اتدخل على طول. قال له قدامك طريقتين للتعزيز، عايز تزود الكميه ولا الجوده؟ فكر ثانيه، لو زود الكميه هيبقى معاه قطيع ذئاب عاديه هيخلصوا موارد منطقه الضعف ديت في يومين. فقال له لا يا سيدي، انا اختار زياده الجوده بمقدار 10000، راهن بكل حاجه على وحش واحد بس يكون جبار. وفعلا السحر بيحصل. ذئب الرياح اللي كان حديد اسود غلبان اتحول في لحظه لذئب التلج من جوده الذهب. ومش بس كده، ده عنده تقارب طبيعي مع الجليد والبرد. وان شياو ما كانش قادر يمسك نفسه من الفرحه. اضعف بدايه في التاريخ اتحولت لاقوى ضربه افتتاحيه ممكن تحصل. ادى الامر الاخير: اخرج للنور. الخيال اختفى وظهرت بيضه منقوشه بدات تتشقق قدام عينيه، وخرج منها جرو ذئب ابيض زي التلج بيمشي له مش متزنه. الجرو كان جعان فبدا ياكل قشره البيض بتاعته. وان شياو مراقبه وهو بيكبر قدام عينيه مع كل قطمه بياكلها. فتحت شاشه الحلقه: الوحش لسه رضيع، وعلشان يوصل لسن الشباب محتاج سنه و4 شهور بالوضع الطبيعي ده. هنا الصدمه: وان شياو ما عندوش غير اسبوع بس على الامتحان المشتركه، ومش هينفع يستنى جرو صغير يكبر براحته واللوردات التانيين بيلموا نقاط واراضيه. فقرر يستخدم الميزه الثانيه: تعزيز النمو بمقدار 10000. وبدا الزمن يجري قدامه. الجرو اتحول لوحش مفترس رشيق وقوي، والضباب البارد بدا يطلع من جسمه. الحاله اتحدثت: نظام الثلج وصل لمرحله الشباب، المستوى الاول للقمه. بطلنا ساعتها بيفهم اللعبه. ذئب في قمه المستوى الاول يقدر يفرتك جندي من مستوى برونز 2، يعني هو دلوقتي بقى في الصداره. كان هيعززه من تاني بس فرمل نفسه. قال لو وحش واحد قوي بس ممكن ما يكفيش قدام عيال الاكابر اللي مخبيين كروت في الامتحانات. راح يشوف مهارات الذئب، لقى طقم مهارات ذهبي مرعبه: مخلب الثلج ومسمار الثلج وجسم البرود الشديده والشفاء السريع معهما، يعني هجوم وادفاع وسيطره على الارض وتجديد صحه. الذئب ده هيقطع اي حد يقف في طريقه. هنا افتكر هديه المدرب شين طلع الكارت بتاعها، طلع موارد خاص اسمه كارب الشتاء. ده كان بالظبط اللي ناقصه، مصدر للاكل. الكارت الاخضر ده يقدر ياكل اكتر من 10000 ذئب وينهي مشكله الموارد خالصه. قطع الكارت والمنطقه بدات تتهز والحراره تنزل تحت الصفر. اتكون نهر جليد جوه منطقته، بقى ملعب صيد مثالي لذئب الجليد. الذئب اتجنن من الفرح ونط في التلج، فتح فتحه بمخالبه وبدا يطلع السمك وياكله. وان شياو وهو بيتفرج عليه حس بقوه العائله الكبيره اللي بتخزن الكروت دي علشان تسرق الوقت والنمو. خرج من المنطقه راح لبرج اليقظه علشان ياخد البلوره السحريه دي اللي هتربط منطقته بالعوالم الثانيه. فعل البلوره والمنطقه الضلمه بدات تتملى بالنور زي النجوم واشباح بتجري. هو عارف ان الربط ده عشوائيه، لو وقع في مكان غلط وخسر هيدفع ثمن غالي علشان يبدا من جديد. بعد دخوله الانتقال ظهر قدامه غابه ثلجيه بدات تندمج مع اراضيه. البرد كان شديد جدا بس ذئب الجليد كان بيستمد قوته من المكان ده. المنطقه بدات تتوسع اكتر واكتر. وان شياو فكر يكتر عدد الذئاب دلوقتي ما دام النهر موجوده، بس قلب المنطقه رفض خالص. قال له منطقه مستوى واحد فيها فتحه وحوش واحده بس، ولازم توصل لشرط ال 10000 مخلوق علشان تفتح الباقيه. وعرفوا الطريقه: مستوى 2 يديك 3 فتحات، مستوى 3 يديك 10 فتحات، والامتحان المشترك اصلا بيشترط انك تكون مستوى 3. فغير خطته: هبني القوى القتاليه الاول وبعدين اطور القلب، وفي الامتحان هغرق الدنيا بجيش وحوش مالوش اخره. علشان يطور القلب محتاج ارض وموارد اكتر، يبقى مفيش حل غير التوسع بالقوه. امر ذئب الجليد يدخل الغابه وهو واثق ان اي حاجه اقل من 3 مش هتوقفه. وبالفعل مفيش دقايق ولا حكام الغابه مجموعه من البراري لابسين جلد نمره وشايلين اسلحه فيها مسامير عظم. عمل لهم مسح سريع: برابر برونزيه مستوى 2، المهاره الغضب. دول خطر جدا على اي لورد جديده بس مش على وان شاو. بالنسبه له دول فرصه لقطه علشان يكبر بسرعه لان العدو القوي معنا ارض اكبر. خلى ذئب الجليد يستخبى قريب واستنى لما البراري يرخوا دفاعاتهم. وبالفعل وفجاه هجوم ذئب الجليد انفجر في مكانه. استخدم مخلب الجليد وشق حنجره اول بربري في لمح البصر. الفرو الابيض بقى احمر دم. البراري التانيين لفتوا بذهول وغضب مش طبيعي، هجموا كلهم مره واحده. بس الذئب كان اسرع من المتخيله، بيراوغ وسطهم ويقطع فيهم بمخالبه وانيابه. حتى مهاره الغضب بتاعتهم اللي بتخليهم ما يحسوش بالخوف ما نفعتش قدام الوجع والتمزق. الذئب ده طعم الدم وبقى اشرس بكتير، بقى ياخد ضربات الهراوه بصدر مفتوحه علشان بس يقطع قلب البراري اللي قدامه. والشفاء السريع كان بيقفل جروحه وهو لسه بينزف. بعد معركه دمويه ما تبقاش غير 2 بس واقفين. البراري خافوا، الرعب دخل قلوبهم من الوحش اللي هجم عليهم. حاولوا يهربوا بس هيهات ذئب الجليد جابهم، وحتى محاولتهم الاخيره للياس ما نفعتش.
وماتوا الاثنين، مفيش غير جثث ودم في كل مكان، وده كان الدليل ان ذئب الجليد سحق حراس الغابه تماما. وعلى طول وانغ شياو استلم رساله تم الاستيلاء بنجاح، وبدات الغابه المقهوره تندمج مع مملكته. الارض الجديده ثبتت والتلج غطى المكان بالكامل، وذئب الجليد كان باين عليه السعاده وهو في بيته الجديد اللي بقى ملكه وملك اصحابه. واجهه التحكم قدام وانغ شياو بدات تنور وتعلن عن انتصار جديده، سيطره على 10 وحدات اقليميه كامله، مساحه وموارد تكفي وزياده علشان يربي فيها آلاف من ذئاب الجليد في المستقبل. اول مكسب حقيقي ده خلاه يحس بالحماس بيجري في دمه، وعلشان كده وانغ شياو ما ضيعش وقت، على طول فضل يمد خطوطه لبره ويوسع اراضيه مره ورا الثانيه. طول اليوم ما لقاش اي حصن قوي زي حصن البرابر اللي شافه في الاول، كل اللي كان بيقابله وحوش الحديد الاسود من المستوى الاول، مكاسب بسيطه هنا وهناك، ورغم ان الجوائز كانت صغيره بس كان بيقدر كل فوزه، لان كل وحش بيموته معناه نقط زياده بتتحط في رصيده. اخد راحه سريعه جدا شرب فيها محلول غذائي سريع علشان يرجع طاقته، وعلى طول نط تاني في وسط العوالم المتعدده من غير ما يهدي السرعه لحظه واحده. دلوقتي الارض بتاعته بقت كبيره كفايه انها تترقى للمستوى الثانيه، لكن الموارد كانت ناقصه تكه صغيره غير المطلوبه. وانغ شياو كان قاعد مراقب عدد الموارد وهي بتزيد واحده واحده، وقلبه بيدق بحماسه لانه شايف القفزه الجايه بعينه. خلاص بدا يتخيل الشكل هيكون ايه لما يبقى سيد مروض وحوش حقيقيه يطلق جيوش جباره من الوحوش، مش مجرد ذئب واحد وبس. الفكره دي كانت هي المحرك اللي بيخليه يبعت ذئب الجليد من معركه للتانيه من غير تعب، لحد ما قدر يوصل مخزون الموارد بتاعه لوش العتبه المطلوبه للترقيه. وعلى اخر ليله وانغ شياو حسبها في دماغه ولقى ان ترتيبه في النقط اكيد بقى عاليه، فقرر انه يرتاح شويه قبل ما يخلص ترقيه قلب الاقليم الصبح. الوعد انه يوصل ل 100,000 وحش خلاه مش عارف ينام من كثر الحماسه، حتى هو بيستعد يخلص يوم الشقه. وفي نفس الوقت عند برج اليقظه كان في تجمع لطلاب عندهم مواهب قتاليه محترمه، بس الموت كان زي الزفته. الكل كان وشه مقلوب لان الاقليم الجديد طلع اخطر بكتير مما يتخيلون. واحد من الطلاب كان بيشتكي ودمه بيغلي، بيقول ان رمات الهياكل العظميه البرونزيه بتوع المستوى الاول خبطوا في اعداد برونزيه مستوى 2 وما لحقش يهرب بجلده الا قبل ما قلب الاقليم بتاعه يتكسر بدقائق. طالب تاني قال نفس الكلام بالظبط، وانه اتفاجئ انه اتهاجم من 20 غراب روح غنيم النار، والنار بتاعتهم كانت بتحرق اقليمه وتسويها بالارض. ورغم الخسائر ديت الطلاب كانوا بيصبروا نفسهم بحاجه واحده، لو نقطهم عاليه كفايه جوائز الاكاديميه هتعوضهم وتخليهم يقفوا على رجليهم من تانيه. واحد منهم بدا يهزر بدم خفيف ويقول يا جماعه مفيش حد حالته اسوأ من وانغ شياو، العبقري القديم اللي صح لقى نفسه سيد مروض وحوش، الموهوب اللي الكل بيبص له باستصغار. كانوا فارضين انه اكيد فشل وخرج من السباق دلوقتي، وقعدوا يقولوا ان مروض الوحوش ده مستحيل يكون ليه مكان في عالم العمالقه والابطال الحقيقيين. ومع تجمع عدد كبير من الطلاب الكلام اتنقل لسباق الترتيب، والكل اتصدم لما عرفوا ان عبقري الفصل الف وباء قدروا يلقوا قلب الاقليم بتاعهم للمستوى الثاني في وقت قياسي. لكن الاشاعات اللي جايه كانت اقوى وصدمتهم اكبر. فونتان من الفصل بقى وصل للمستوى الثالث في يوم واحد بس. الناس بدات تشرح ليه هو مرعب للدرجه دي. موهبته سيد الصقيع بتديله اقزام ثلجيه ذهبيه بتبدا قوتها من قمه المستوى الاول على طول، بس فونتان ما كانش الوحش الوحيد السنه ديت. الفصل الف كان فيه هامبو فانا اللي عنده موهبه المجاله، حاجه قويه لدرجه انها لفتت انظار مدرسين من جامعه الدب الاكبر، وظهر اسم كمان معاه وهو تيان تشانا اللي فعل موهبه الشبكه السحريه، ودي بتخلي حتى الجنود العاديين يمدوا بالقوه السحريه طول الوقت. على ظهر اليوم الثالث ساحه برج اليقظه كانت زحمه لدرجه انها مش لاقيه مكان للرجاله، والخناقات بدات على مين اللي هياخد المركز الاول. اغلب الضيوف والناس كانوا ملمومين حوالين فونتاون وتيان تشان والنخبه، اما وانغ شياو فكان منسي خالص ومحدش معبره، لان مفيش عقل يصدق ان مروض وحوش يقدر ينافس الاسماء ديت. وفجاه برج اليقظه بينور في الكل، وظهرت شاشه ترتيب عايمه في المكان مكتوب عليها موهبه كل طالب ونقاطه. اول موجه من الترتيبات خلت شويه طلاب يبتسموا والتانيين اتنهدوا من الحسره، بس الطالب اللي جه في المركز ال11 كان وشه هيطق من الغيظه، لان الجوائز ما بتتوزعش غير على التوب 10 وبس. الشاشه اتمسحت وبدات تعلن على ال10 الاوائل من تحت لفوق. بدات بيونج فان في المركز ال10 ب2000 نقطه، وكل ما القائمه تطلع لفوق الحماس بيزيد اكتر واكتر لحد ما وصلنا للمركز الخامس، وهنا الساحه كلها اتكهربت من الغيظه. ظهر اسم لين دونغا ب 6300 نقطه، رغم انه ما كانش من الاسماء المشهوره اللي الكل كان متوقعها، لكنه ظهر في الترتيب. بعدها الاسماء بدات تبقى مألوفه اكتر. هامبو فان اخذ المركز الرابع، وفونتيان اخذ المركز الثالث ب 8600 نقطه، وتيان شيان اكتسح المركز الثاني ب 9900 نقطه. وهنا اللحظه الحاسمه، الكل كتم نفسه علشان يشوف مين رقم واحد، وفجاه السكون عم المكان بالكامل، صمت رهيب زي المقابر لما ظهر اسم وانغ شياو في المركز الاول ب 11000 نقطه وبس. ثانيه واحده الساحه انفجرت، محدش مصدق اللي شافه. ازاي الموهبه العديمه الفائده ديت اللي كانوا بيتريقوا عليها تكتسح كل النخبه اللي كانوا موجودين؟ العب
العباقرة اللي في الترتيب كان شكلهم وحش جدا ووشهم جابت الوانه، اما الطالب بتاع سيد الالفا اللي جه في المركز ال11 فكان بيتحرق من جواه من كتر الاهانه، لان وانج شياو هو اللي زقه بره القايمه الذهبيه في سكنه الخاص. وانج شياو استلم رساله من الاكاديميه بتبارك له على المركز الاول، بتقول له تعالى استلم جايزتك يا بطل. وفي طريقه للاكاديميه وانج شياو نفسه كان متفاجئ، ما كانش عنده اي موارد خارجه تساعده في المشوار ده. في الوقت ده الناس في البرج لسه مش مستوعبين الصدمه، المركز الاول اللي قعدوا يتخانقوا عليه طول الصبح اتسرق من تحت ايديهم عن طريق مروض الوحوش اللي كانوا بيحتقروه. وبالنسبه للعشائر الاوائل الوجع كان كبير بالنسبه لهم، لان المركز الاول بياخد جوائز اكتر بكتير من اي حد وراه، وخصوصا مهاره السيد اللي بتختارها التوب 3. فون تان وتيان شيان سابوا البرج في صمت مش مقتنعين باللي حصل ومكسوفين يقعدوا دقيقه زياده بعد ما وانج شياو كسر مناخيرهم. لما الصمت ده بدا يهدى شويه الطلاب بداوا يشككوا ويقولوا اكيد ده غش، بس التانيين سكتوهم على طول، لان تقييم برج اليقظه ما بيتمش فيه تلاعب ولا تزوير، ده نظام مقفول ومحكم جدا. الطالب صاحب المركز ال11 حول كسفته لتهديد ووعيده، وحلف انه لو قابل وانج شياو في الامتحان المشترك هيخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه يتنافس معاهم على الترتيب. الخبر انتشر في الاكاديميه كلها زي النار في الهشيمه، الكل قاعد يحلل ازاي وانج شياو عمل المعجزه ديت وهو عينيه على الجائزه الكبيره. شين وا اول ما سمعت الخبر ده جرت عليه على طول، بس لما شافته قدامها ما كانتش قادره تخبي صدمتها وذهولها. وقبل ما شين وا تلحق تضغط عليه بالاسئله وانج شياو دخل في الموضوع على طول وسالها استلم جائزه الاكاديميه منين. شين وا بلعت ريقها وسكتت خالصه واخدته لقسم الخدمات، وهناك المركز الاول بياخد فرصه يختار مهاره واحده من 3 مهارات وبتكون كلها مهارات سيد من الجوده الخضراء. وانج شياو فهم فورا ان الاكاديميه المره ديت كريمه بزياده، لان الاول بيختار مهاره خضراء في حين ان الثاني والثالث بيختاروا مهاره بيضاء وبس. بدا يفكر في الاختيارات المتاحه قدامه، رفض مهاره النيازك المشتعله في الاول لان قوته السحريه لسه ضعيفه وما يقدرش يضربها اكتر من مره او 2، ورفض كمان ينبوع الحياه لانه دلوقتي ما عندوش غير ذئب جليد واحده وسرعه استشفائه الطبيعيه مكفيه وزياده، ما بقاش قدامه غير توطم القوه وده كان الانسب لخطته. اختاره من غير تردد، وفي اللحظه دي اللي استلمها فيها استخدم اخر تعزيز كان معاه في شنطه هديه المبتدئين، ورقى المهاره دي في السر لشيء اقوى بمراحل. المهاره الجديده بقت توطم الوحش المقدسه، توطم ببرق اورجوانيا بيدي دفعه لكل الجنود اللي في مجال الواسع ب 500%، ومش بس كده ده بيضيف ضرر برقي لهجماتهم وبيعالجهم بالراحه وهم بيحاربوا. وانج شياو عرف على طول ان تعبه ما جاش ببلاش، لان بوجود الطوقم ده في ظهره الذئب الجليد يقدر دلوقتي يمسح اعداء المستوى الثاني من على وش الارض. الطلاب في قسم اللوجستان كانوا بيبصوا لكره المهارات اللي في ايديهم وعينيها بتاكلهم الحقد. واحد همس بمرار وقال مروض وحوش ما يستاهلش مهاره حلوه زي دي. وانج شياو هو في قمه روائه رجع لشين وا وفجر مهاره ثانيه في وشها، عايز اقدم طلب علشان ادخل تجربه عالم الاسرار بتاعه الاكاديميه. شين وا حذرته على طول وقالت له ان تجربه عالم الاسرار اصعب بكتير من الاستكشاف العاديه، لان بمجرد ما الاعداء يدخلوا اقليمك مفيش تراجع ولا انسحاب، ياتي اليماتوله. وانج شياو كان فاهم المخاطره كويسه بس اصر ان هو يعمل كده لانه عاوز يجمع موارد باسرع شكل ممكن. شين وا كانت لسه شاكه ان مروض الوحوش يقدر يشيل مخاطره زي دي بس وانج شياو قال لها بكل برود انه عارف حدوده كويسه، ولما ما لقتش طريقه تمنعه بيها وافقت واخدته لمنطقه عالم الاسرار علشان تفتح له الباب. وهم في الطريق القصه بدات توضح المخاطره. الاسياد بيقدروا يوسعوا اراضيهم بطريقتين، يا اما يربطوا بالعوالم اللانهائيه باستخدام الكريستالات السحريه او ان هم يطهروا عوالم الاسرار بمساحتها المختلفه. عالم الاسرار بتاع الاكاديميه في العادي بيبقى صغير او متوسطه، واي حاجه كبيره بتبقى محجوزه للجامعات التقيله وبس. وقبل ما يدخل شينوا سلمته مفتاح عالم الاسرار واديته اخر تحذير، ما تختارش حاجه خطره يا وانج شياو. هز راسه بالموافقه واخد المفتاح وخطا جوه بوابه الانتقال من غير ما يتهز. بعد دخوله الانتقال الانيه وصل وانج شياو لساحه داخلها عملاقه فيها عدد لا يحصى من المنافسين بيختاروا عوالمهم. الساحه دي ما كانتش مجرد مكان للتدريب، دي كانت سوق حيه في بياعين بيتاجروا في الموارد اللي جابوها من عالم الاسرار. وانج شياو مشى في الساحه لاول مره ولقى بسرعه ان المكان ده معمول لطلاب السنين اللي فوق اللي قضوا سنين بيطوحوا نفسهم علشان الامتحان المشترك، مش الواحد لسه موقظ جديد زيه. عارف ان المقايده هي اللغه السائده هنا، بس بما انه محتاج موارد علشان يلقيها قرر ما يبداش التجاره دلوقتي. طالب قديم اسمه مايلا قرب منه بابتسامه وعرفه من نظره واحده انه جديده، بدا يدردش معاه. ولما وانج شياو ساله عن موارد عوالم الاسرار مايلا قعد يتفاخر ويقول له ان مفيش حد عارف المنطقه ديت احسن منه، وبحركه صيعه من ايده طلب ثمن المعلومات. وانج شياو دفع من غير شوشره وطلع له عشبه روح مائيه. عين الطلاب القدامى نورت لما شافوا جوده العشبه. بما ان اقليم وانج شياو فيه غابات بس ما فيهاش مناجم دخل في الموضوع وساله عن احسن عالم اسرار فيه خامات معادن. مايلا سحبه ناحيه خرائط الانتقال وشاور له على اماكن امنه زي وادي كهوف الروحه وغابه الوحوش اللي موجوده، بس الاختيارات دي ما عجبتش وانج شياو خالص. هو عاوز مكان فيه انواع كتير من المعادن مش شويه من كل نوع وخلاص. مايلا حذره
قال له ان العوالم الغنيه بالمعادن دي خطيره جدا وممكن تدمر سيد ليه بدايه حقيقيه. وانج شاو صمم بكل هدوء، وبعد ما استلم مايلا الدفعه قال له الخلاصه، شاور له على عالم اسرار الالفا، عالم صغير بس من مستوى تاني خالص مليان معادن، بس طبيعته وحشيه لدرجه ان فيه طالب لسه خسران وكان مستواه عالي جدا، كان بيحوش حاجات بقاله سنتين. بدل ما وانج شياو يخاف حس ان الثمن ده يستاهل المخاطره وقرر يروح بالفعل. وقبل ما يمشي طلب من مايلا يراقب له اي موارد خاصه ووعده بالمكافاه. وهنا مايلا فهم ان الطالب الجديد ده ورا سر كبير وكارت الجوكر مخبيه. بعد ما اطمن على ذئاب الجليد بتاعته دخل وانج شياو بوابه الانتقال واختار عالم اسرار الالفا. ثواني ولقى نفسه هناك، واول حاجه ضربت وشه كانت حراره زي الفرن، حراره صعبه جدا لدرجه ان قلب الاقليم بتاعه نور لوحده علشان يعملوا درع حمايه وهو بيربطه باقليم بالعالم الجديد. قدامه بالظبط كان في منجم، فامر الجيش بتاعه يتحركوا على طول وسط ارض الالفا علشان يسيطروا عليه قبل اي حد. السيطره نجحت في لحظه، ولما لوحه جمع الموارد بدات تعد لفوق وانج شاو رسم ابتسامه رضا على وشه. المكان ده منجم ذهب بالفعل، اول ما حط لوحدها طلعت له 150 وحده نحاسه، وده اكد له ان نصيحه مايلا كانت صح. وهو بيستعد يتحرك للمكان اللي بعده حس بموجه خطيره مفاجئه خلته يتسمر في مكانه، كتله نار بحجم قبضه الايد طايره ناحيته من مجهوله، بس ذئب الجليد كان اسرع منها بكتير بما خلبه فجرها في الهواء قبل ما تلمسه. ولما وانج شاو رفع عينه لقى اكتر من 20 غول نار بيحوطوهم ومعاهم قائد ضخم من الرتبه الفضيه. سحر النار اللي بيضربهم عن بعيد بيخليهم ارذل بكتير من البرابر اللي قابلهم قبل كده، وهي دي بالظبط السمعه المرعبه لعالم الالفا. وانج شاو لاحظ السبب الحقيقي اللي مخليهم حارسين المكان ده باستماته، كان في كريستالة لهب بتلمع ورا خطوط الغيلانه. اول ما عرف قيمه الكريستالات دي عند اسياد النار شال فكره الانسحاب من دماغه خالص واصر خلص اهجموا عليهم كلهم. ذئب التلج انطلق بضغطه هيبه المفترس الذهبيه، غيلان النار باين عليهم الرعب والارتباك. القائد بتاعهم رمى كل اطنان عملاقه علشان يفتح الطريق لوابل من النيران، بس مطر النار بتاع الغيلان كان ابطا بكتير من انه يحصل ذئب الجليد. وبمجرد ما الذئب وصل لمسافه الاشتباك القريبه المعركه ما وقفتش حرب، بقت مجزره بيقطع في الغيلان الضعيفه اللي مش بتستحمل خبطه واحده، وفي ثواني كل الغيلان العاديه ماتت قدامه، ما بقاش فاضل غير القائد وبس واقف لوحده متجمد من الرعب والغله. وفي حركه يائسه القائد حرق كل طاقته الناريه مره واحده، اطلق مجموعه صدمه لهاب عنيفه بكل قوته. الضربه القويه دي حرقت فروه ديب التلج الابيض وخلت لونه اسود في كام مكان كده في جسمه. لكن يا ترى الاصابه دي اثرت فيه؟ لا والله، دي كانت اصابه بسيطه لدرجه ان الدئب نفض نفسه نفضه واحده والجرح لم ورجع زي ما كان في ثانيه. المشهد ده كسر اخر امل عند زعيم الوحوش، وديب التلج ما سماش عليه وما اداهوش اي فرصه وخلص عليه في لحظه. وفجاه شاشه التنبيهات بدات تنور ورا بعضها، ليفل اب ليفل اب. الخبر الكبير اللي اخدها وان شياو من الوحوش القويه دي زقته ورفعته لحد ليفل 7 مره واحده. موارد باللورات اللهب بقت بتاعته رسميا، وان شياو وهو بيبص حواليه عرف ان المشوار ده طلع بسبوسه كبيره ومكسب ما كانش يتخيله. بينما كان قلب الاقليم شغال عمال يحفر ويطلع في البلورات، وان شياو ما كانش ناوي يضيع باقي اليوم في الانتظار، قرر يكمل استكشاف في عالم الحمم السريه. العالم ده فعلا طلع قد سمعته، طول اليوم عمال يطلع له معادن غاليه ونادره، بس طبعا ما فيش حلاوه من غير نار. كل شويه تطلع له مجموعه وحوش ارخم من اللي قبلها، لكن ديب التلج كان قايم بالواجب وزاده، داس على ذباب النار المصاص للدماء وفرم خفافيش اللهب وهبد الهياكل العظميه المشتعله. حتى رجال الصخر البرونزيه ليفل 2 ما خلصوش منه، وده يثبت ان الديب بتاع التلج ده ما كانش وان شوت يقدر يكمل المجزره ديت لوحده من غيره. وان شياو فضل يخلص على كل اللي قبله. السيل ده من القتالات خلاه يوصل لليفل 8، وفي الوقت ده كانت عمليه جمع باللورات اللهب خلصت اخيرا. الحصيله زادت وبقت تشمل حاجات نادره زي كمم الحمم وحديد اللهب النقيه وكومه كبيره من المعادن العاديه فوق البيعه. وهو بيبص على الوقت اللي فاضل له في الاكاديميه عارف ان مفيش وقت للدلع، قرر يستخدم نص اليوم اللي فاضل في قفزه اخيره. فعل المفتاح وقلب الاقليم من ثانيه، فتح ممر مكان جديد لمنطقه ثانيه جوه عالم الحمم السريه. المنطقه الجديده دي كانت اصعب واسوأ بكتير، عباره عن حقل براكين نشطه طاقه النار فيها اقوى بكتير، المعادن مرميه في كل حته عينك تيجي عليها. وهو لسه بيمد ايده علشان يلم المعادن السهله دي ظهرت له مجموعه وحوش ثانيه، المره دي كانوا اقوى بكتير من المرات اللي فاتت. احنا دلوقتي في حته اعمق في عالم الحمم، وفجاه هجم عليه جيش من وحوش النار البرونزيه والفضيه، وفي وسط الزحمه دي كلها كان مستخبي فأر حمم من الرتبه الذهبيه، وده كان هو الباور بانك بتاعهم اللي بيقودهم. هاره النار اللي طالعه من الفار ده بدات تتوسع في ميدان المعركه وخلت الوحوش كلها تشتعل بحراره اكبر وقوه جباره. بس مهما عملوا الوحوش دي من غير سيد يواجههم ما كانش ليهم غلبه. ديب التلج دخل فيهم زي السكينه في الحلاوه، فرم الوحوش البرونزيه والفضيه واحد ورا الثانيه لحد ما بقاش فاضل غير فأر الحمم الذهبيه في مواجهه عين لعين. وفي نهايه الماتش ده ديب التلج قطم رقبه الفار بضربه واحده، واثبت انه حتى لو الرتبه متساويه هو هيفضل المفترس الاقوى. بعد المكسره دي وان شيام لم الغنايم ولقى كومه من موارد عنصر النار الغاليه موجوده. الحاجات دي
كانت تنفعه جدا لترقيه اقاليم تانية او حتى في التجاره وتجيب له قرشين حلوين. لكن بالرغم من كل ده لسه ما لقاش المعدن النادر اللي هو فعلا محتاجه. وترقيات قلب مربي الوحوش محتاجه انواع موارد اكتر بكتير من اللي بيحتاجه اي سيد تانية. وهو خلاص فاكر ان المنطقه دي فضيت، لمح من بعيد ضوء بنفسجي قوي خلاه يقف مكانه من الصدمه. ده منجم ذهب بنفسجيه، هو ده بالظبط المعدن النادر اللي كان هو بيدور عليه. وكميه كبيره زي دي معناه ان مشكله الترقيه اللي كانت واقفه في زوره خلاص اتحلت اخيرا. وان شياو بخبرته عرف ان الذهب ده قيمته غاليه جدا، وقدر ان المنجم ده في اقل من 50 وحده، وعلى طول اتحرك علشان ياخدهما. لكن الرد بيجيله من دب بيسقر في المكان. صاحب المنجم الحقيقي ظهر بوشه المرعب. الحارس كان الدب بتاع الحام السائره، ليفل 2 ذهبيه وعنده 4 مهارات كامله. فرق الليفل لوحده كان مخلي الموجه ديت صعبه جدا على الديب التلجه. الديب بيبدا المعركه والمنجم كله اتملى بضغط يخلي الواحد مش قادر يتنفس قبل ما يبدا الضرب اصلا. ومع الضغط ده وان شياو كان واقف وراه بيوجه الديب بحذر، بس دفاع الديب كان تقيل لدرجه ان كل هجمات مرتده من الديب كانت بتبان ضعيفه وما بتاثرش فيها. وفجاه الدب قدر يدي ضربه قويه للديب. وان شياو حس ان الموازنه بدات تقلب ضده، وقبل ما ديب التلج يلحق يفوق انفجر عمود نار من تحت رجليه وحرق جزء من فروه، باين عليه التعب بوضوح. هنا وان شياو ادرك ان المواجهه دي بديب واحد بس فيها مخاطره كبيره، فقرر يستخدم اقوى سلاح عنده، مهاره السيده. فجاه نزل تقطم الوحش المقدس بطول 3 متر في ساحه المعركه، غرق ديب التلج بضوء شفاف وصواعق بنفسجيه. الديب اللي كان سايل دلوقتي اللحم المقطوع اللي كان موجود لم نفسه وقف اخيرا، وديب التلج بيرجع لحالته الاصليه وكانه لسه نازل المعركه. الرجعه المرعبه دي خلت وان شياو ينبهر بقوه مهاره السيد الاسطوريه ديت، لان تقطم واحد بس قدر يخلي جيش وحوش يحارب للابد من غير ما يتعب. الدب المحتار هجم من تانية، بس المره دي الميزه التانية اللي تقطم اشتغلت اخيرا. لف ديب التلج بصواعق كهربائيه بتفرقع، سرعته وقوته زادت 5 اضعاف. الديب بيطز البرق من جنب الدب وناقش حته منه قبل ما الديب حتى يلحق يرمش، ولما الديب حاول يرد الكهرباء خدت جسمه، وبقت المعركه عباره عن صيد من طرف واحده. من هنا ديب التلج بقى بيلعب بالدب التقيل ده، بيفتح فيه جرح ورا التانية، وهو جروحه بتلم اول باول تحت تاثير التقطمه. بعد نص ساعه والوحش العملاق بقى اضعف من انه حتى يرفع رجليه، ولما ديب التلج زهق انقض عليه بمخالب جليد اخيره، كسر قلب دب الحمم التاثيريه ديت خالصه. ومع وقعه الوحش الذهبيه وقعت مكانه بيضه ذهبيه كبيره. وان شياو فحص البيضه وتاكد انها بيضه دم الحام التاثيريه، جرح رزغ ايده واستخدم طريقه التعاقد بتاعه الاكاديميه، ربط البيضه بيه علشان تبقى وحش التحول الثانيه واللي محتاجه 5 ايام بس علشان تفسه. وبالرغم من انه ضمن وحش ذهبي من ثانيه، وان شياو كان عارف ان المنجم نفسه هو الجائزه الاهم، ففضل مكانه لحد ما خلص استخراج الذهب البنفسجي ده كله. ومع صوت العد التنازلي للرجوع من العالم السري كان كل شيء خلص. فعل المفتاح وفتح طريق الخروج ورجع لوحده، لان ديب التلج كان رجع لاقليمه خلاص، وساب عالم الحمم وراه بكل اللي فيها. لما رجع ساحه الاكاديميه لقى المكان دوشه وزحمه اكتر بكتير، الطلاب كلهم خارجين ومعاهم موارد جديده وبيجروا علشان يتاجروا ويبيعوهم. وهنا عينيه وقفت بالصدفه على فانج تيان، جميله الجليد بتاعه الاكاديميه، كانت ماشيه وسط الزحمه بثقه وهدوء الملكات. فانج تيان كمان شافته وفكرت ان مربي وحوش طلع ترتيبه اعلى منهم، وكمان رجع الساحه خلت الفضول ياكلها اكتر عنه. راحت له مباشره وعرفت نفسها، وكان باين انها عايزه اجابتها. وان شياو رد عليها بابتسامه خفيفه وقال لها يا ترى ايه اللي خلى ملكه جمال مشهوره زي دي هي اللي تبدا السلام معايا. وهو لسه مش فاهم هي عاوزه منه ايه بالظبط، بدات تساله ازاي قدر يسبقها. بس فجاه انتباه وان شياو اتشتت اكتر، سمع بياع عمال ينادي على عوشه بالروح اللي جايبه من العالم السري. وان شياو راح له على طول، لان النوع ده من الموارد هينفعه جدا بعيد في اقاليم الغابه المدمجه بتاعته. معظم العشب كان عادي ورخيص وما كانش مبهر بالنسبه لفانج تيان، بس وان شياو شافها فرصه علشان يملا مخزونه من حاجه ناقصه عنده. بعد ما عرف الاسعار العاديه وان شياو دخل في الموضوع وقال للبياع تاخد كام ذهب بنفسجي وتديني الفرشه دي كلها. صاحب الفرشه صدم، ذئب بنفسجي مره واحده وعلى طول نزل السعر ل 50 واحده بس، لانه كان محتاج المعدن ده باي ثمنه. وفي سره وان شياو كان بيضحك لانه ضاعف الذهب البنفسجي اللي معاه 10000 مره، وبقى غني لدرجه مرعبه من غير ما اي حد يعرفها. دفع ال 50 وحده من غير تردد، والبياع كان هيرمي له العشبه قبل ما وان شياو يغير رايه. الناس اللي حواليه سكتوا خالص، ازاي حد يصرف 50 وحده من الذهب البنفسجي في شويه زرع؟ حتى فانج تيان ما كانش قادره تخبي ذهولها، خصوصا لما عرفت انه رجع من عالم الحمم، المكان اللي هي نفسها خايفه تخشه. وان شياو بما ان الفلوس بقت معاه زي رز فضل يلف في الساحه ويشتري جبال من الموارد لدرجه انها تكفي علشان يطور قلب الاقليم لليفل 2. في المرحله دي فانج تيان جالها ذهول تامه، لان وان شياو صرف مئات الوحدات من الذهب البنفسجي وكانه لقى منجم لوحده. وهم ماشيين لو زحمه كبيره حوالين مزاد، وان شياو زق نفسه علشان يشوف ايه الحاجات اللي مخليه الناس دي كلها تسيب التجاره وتتفرج عليها. وفي النص كان في بياع بيعرض قلب طاقه الروح، ودي الموارد الاساسيه اللي اي سيد محتاجها علشان يوصل للليفل الثالث. المزاد كان هيقفل على 10000 قطعه نحاس، بس فجاه صوت وان شياو قطع الساحه كلها واهلها. وحده الذهب البنفسجيه 200، المكان كله اتجمد، وبعدها انفجروا من كتر الكلام
الكلام لما عرفوا ان وان شياو مربي الوحوش الاول طلع كمان اغنى واحد فيهما. صاحب المزاد فاق من صدمته ووافق على طول وسلموا الحاجات دي بمنتهى الاحترام المبالغ فيها. وان شياو ببرود قال له خلص الموضوع، والمزايده بتاعته سكتت خالصه. بعد ما استلم القلب صاحب المزاد بقى بيعامله كانه زبون VIP وعزمه يرجع له في اي وقت لو محتاج حاجه غاليه. وان شياو رد ببساطه ممكن اخد اي حاجه مفيده، والجمله دي شعللت الساحه. الطلاب اللي هيموتوا على الذهب البنفسجي هجموا عليه ومعاهم موارد نادره كلهم عاوزين يبدلوا معاه مباشره. الطلاب التانيين المتفوقين كانوا بيبصوا بحسره وهو بيشتري كل الحاجات اللي هم نفسهم فيها من مواد تطوير لبطاقات ادوات نادره. صرف وان شياو حوالي 10,000 وحده ذهب بنفسجي وكنس الساحه تقريبا من كل الموارد الغاليه. بس لما فتح واجهه الاقليم بتاعته لقى لسه في نقص معطله عن الترقيه، محتاج 180 وحده من خشب قلب الحديده. نادى في الساحه انه مستعد يدفع اي ثمن، بس للاسف ما فيش حد كان معاه النوع ده. حتى فانج تيان هزت راسها بالرفض لانها هي كمان لسه ناقصها موارد كتيره وما فيش معاها الخشب ده. وفجاه الطالب قرب منهما، وان شياو افتكر ان الفرج جه، بس الطالب طلع له بطاقه ادوات زرقاء اسمها الشتاء يقترب، ودي بتجمد منطقه كبيره وبتبطئ الاعداء. البياع طلب 5000 من الذهب البنفسجي، بس وان شياو بكلمه واحده نزلها ل1000 وبس. ولما البياع حاول يفصله وان شياو قصف جبهته وقال له ان البطاقه دي مش بطاقه مواد زرقاء حقيقيه. البياع مش محتاج الذهب، ضغط على اسنانه ووافق على ال1000 على طول. وان شياو ابتسم بعد البيعه لان البطاقه دي اللي في ايده هتخلي دي بالتلج مالوش منافس في الملعب. بعدها منى جاله بالخبر اليقين، قالت له ان خشب قلب الحديد ما بيظهرش غير في العوالم السريه المتوسطه، وده يفسر ليه ما كانش موجود مع حد في الساحه. وان شياو كان خلاص هيمشي ويجرب حظه في حته تانيه، بس في اللحظه دي الساحه نورت على طول وظهر عالم سري متوسط عشوائيه. منى عرفت ان دي فرصه وان شياو الذهبيه، شاورت له على الاخدود اللانهائيه وقالت له ان اللي عرف يكسب في عالم الحمام اكيد يقدر ينجو في العالم المتوسط ده، وشرحت له القواعد بسرعه. العالم ده مش بيسحب من وقتك في العالم السري، بس الاماكن محدوده ولازم تلحق مكانك على طول. موظفين الاكاديميه وصلوا اعلنوا ان 4 اشخاص بس اللي يقدروا يدخلوا معاه. وان شياو عرض على فانج تيان تيجي معاه علشان تجمع اللي ناقصها، بس هي رفضت على طول لانها عارفه ان قوتها دلوقتي ما تسمح لهاش بالمخاطره ديت. وان شياو ما ضيعش ثانيه وراح سجل اسمه في واحد من الاماكن الاربعه. وقبل ما يدخل الموظف حذره ان المنافسه جوه مسموح بيها بس القتال ممنوع، وده معناه ان الاكاديميه متوقعه ان هم هيضربوا بعض على الموارد. الثلاثه التانيين اللي دخلوا بصوا لوان شياو باحتقار وضحكه سخريه ودخلوا مع بعض، بس هو ما كانش فاضلهم اصلا، جهز شويه بطاقات ادوات زياده وخط اول خطوه جوه الاخدود اللانهائيه. اول ما دخل شاف ان المكان ضخم جدا وكل منطقه فيه اكبر من اي عالم سري صغير شافه قبل كده. اقليم ظهر مربوط بالعاده ولقى نفسه في وسط غابه كثيفه جوه الاخدود. ومع اخر خطوه شاف عشب الروح طالع قدامه بوضوح، وعرف ان كثافه الموارد هنا في ليفل تاني خالص. بعد ديب التلج قدامه وبدا الديب يفرتك الوحوش اللي كانت حارسه للعشب ده، وفي اللحظات كانت الجثث ماليه المكان والطريق بقى فاضي لوان شياو علشان يلم غنيمه. بطلنا وان شياو قرر ما يضيعش وقته. بعد ذئب الجليد بتاعه قدامه زي السهم. وان شياو وهو بيجمع العشب حس بلمحه ندم في قلبه، كان نفسه ياخد البذور كمان. تخيل لو كان يقدر يزرع العشب ده في الغابه بتاعته ايه اللي هيحصل، كانت هتبقى نقله تانيه خالص. وفجاه وان شياو لاحظ حاجه غريبه، جسم ذئب الجليد بتاعه بدا يكبر ويتضخم قدام عينيه. فهم على طول ان الذئب قرب يوصل لمرحله التطور الطبيعي، ودي علامه مميزه جدا. بالمعنويات العاليه دي وان شياو كمل طريقه لعمق الغابه علشان يجمع موارد اكتر قبل ما التطور ده يحصل فعليا. الوحوش في المنطقه دي ما كانتش متجمعه في اسرابه، كانت متفرقه. وان شياو ساب ذئب يقطع في الوحوش الرتبه البرونزيه والفضيه بكل سهوله، وهو شغال يلم في الموارد. كل ذئب من الذئاب يلتهم طاقه المعركه، وكل ما الذئب يلتهم طاقه المعركه وان شياو يشوف نواه الجليد جوه بتكبر ومخالبه الجليديه بتبقى اقوى واشرس، كأن قوته القتاليه بتطلع سلمه ورا سلمه. لكن فجاه وان شيا لمح فهد سحابه العاصفه من الرتبه الذهبيه، ودي كانت اشاره قويه ان في موارد نادره جدا مستخبيه قريب من هنا. ما كملش تفكير الا وظهر فهد تاني من الجنب. هنا وان شيا عرف ان ذئب الجليد هيتحط في كماشه وهيتضرب من الاتجاهين في نفس الوقت. الفهدين بداوا الهجوم بسرعه الرياح، لكن ذئب الجليد كان اسرع بكتير وقدر يفلت من الهجوم ده. وفي نفس اللحظه الذئب شكل مخالب الجليد بتاعته الجباره وشق بطن واحد من الفهدين، وبذكاء بيستدرج الفهد الثاني لغلطه قاتله وانقض على رقبته ومزقه خالصه وموته في مكانه. الفهد الثاني بدا يضرب شفرات الرياح، بس الشجر الكثيف بوظ عليه زاويه الهجوم. الغابه نفسها بقت هي الدرع والمخلب لذئب الجليد. واحد من الفهدين بيصفي دمه والثاني اتسحب لمنطقه قتال قريبه. الذئب سيطر على الفهد اللي فاضل وكسر رقبته بضغطه واحده. وبعد ما خلص على الفهود وان شياو اخيرا لقى اللي كان بيدور عليه، مجموعه كامله من خشب القلب الحديدي. بسرعه وان شياو سيطر على نقطه الموارد ديت، وبدا عدد الخشب في الواجهه بتاعته يزيد اكتر واكتر، بينما الذئب الجليد مأمن المنطقه ومنظفها من اي وحوش تايهه. وان شياو مسح قطاع الغابه كله علشان يتاكد انه ما يسيبش فتفوته وراه، واخيرا الرقم وصل ل 180. هنا وان شياو عرف انه جمع كل الموارد المطلوبه علشان يطور النواه
المستوى الثانيه، ومن غير تردد صب كل الموارد دي في تطور نواه الاقليم وهو لسه جوه العالم السري. الارض اتهزت جامد من نجاح التطور، واقليم وانشياو ارتفع للمستوى الثاني اخيرا، وده زود قدره تعاقد سيد مروض الوحوش لواحد من اصل 3. وبما انه لسه جوه العالم السري، وانشياو استوعب ان الترتيب بره مش هيتحدث دلوقتي، وده اداله فرصه ذهبيه انه يفضل مستخبي وبعيد عن الانظار شويه كمان. ودلوقتي بعد ما الاقليم اتطور وبقى فيه حفره حضانه زياده، وانشياو بيلاقي مكان اخيرا علشان يفقس البيضه بتاعه الدب الحامل الهائجه. طلع كارت تسريع النمو اخضر واستخدمه على البيضه علشان ينجز عمليه الفقس. الوقت نزل من ايام لدقائق، وانشياو واقف جنب البيضه مستني اللحظه الحاسمه، وفجاه البيضه اتشرخت وخرج منها نسخه مصغره من دب الحمم. واول حاجه عملها انه اكل قشره البيضه بتاعته كلها. الدب الصغير وصل لمرحله الطفوله، بس نموه الطبيعي كان هياخد وقت طويل جدا، فوانشياو استغل مكافاه التعزيز علشان يطور النواه. صرف تعزيز واحد على سرعه نمو الدب، وفجاه الدب الصغير كبر وبقى في مرحله الشباب، وصل لقمه الجوده الذهبيه بمستوى واحد. دب الحامل الهائج الجديد حافظ على كل مهاراته الوراثيه الاربعه، وبكده وانشياو بقى معاه وحش ذئب تاني جنب ذئب الجليده. لسه وانشياو بيستعد يتحرك الا وظهر قدامه قطاع كامل فيه 30 ضبع سمومه من الرتبه الفضيه. الضباع كانت واقفه بره الغابه وسد الطريق، ولمحوا وانشياو وهجموا عليه على طول. دب الحامل الهائج وقف قدامه زي حيطه من نار، والضباع ما قدرتش تقرب منه بسبب الحراره والسمومه. اول ما القطاع وقف مكانه من الصدمه، الدب بدا يكسر في جماجمهم، وذئب الجليد كان بيمر من بينهم زي الشبح ويقطعهم بمخالبه الجليديه. الضباع في الاخر فقدوا الامل وحاولوا يهربوا، لكن الدب زئير ومرعب، فرجليهم خشيت في مكانهم وما قدروش يتحركوا حركه واحده. ذئب الجليد استغل الفرصه دي ومزق اللي فاضل من القطيع في ثواني معدوده. اخر كام ضبع حاول يستخبى بين الشجره، بس عمود من النار قطع عليهم الطريق ورماهم نص ميتين، خلص عليهم قلم ورا الثانيه. وانشياو وهو بيتفرج من بعيد كان في قمه السعاده. الوحشين المتحولين بتوعه شغالين مع بعض في تناغم رهيب، اقوى بكتير من مجرد قوتهم الفرديه. بعد ما جمع انياب الضباع السامه كموارد غاليه، وانشياو مشى ورا الطريق اللي الضباع كانت جايه منه. خمن على طول ان الموارد الحقيقيه لازم تكون عكس طياره. وهو ماشي جنب النهر كان بيصطاد الوحوش الحارسه وبيجمع عشبه الروح الكثيفه اللي ماليه المكان. بعد كذا ساعه وصل اخيرا لمنبع النهر، ووقف مكانه من الصدمه. لقى بلورات طاقه روحيه. البلورات دي ثروه حقيقيه، بس كان فيه 6 أو 7 افاعي غابه من المستوى الثاني الفضي متلفيين حوالينهم زي الفخاخ الحيه. لكن حتى الحراسه دي ما كانتش هتوقفه، وفي وقت قصير ضفه النهر اتملت بجثث الافاعي اللي وانشياو جمعها. رغم ان في بلورات طاقه روحيه قدامه، وانشياو ضغط على نفسه ما رضيش يسيطر عليهم دلوقتي، لان الضباع بوضوح كانت بتطرد حاجه اكبر من كده بكتير. ريحه دم قويه شدته لقدامه. الطريق الهادي فجاه بقى ليه معنى لما لقى الساحه مليانه بجثث الوحوش، ولما قرب اكتر شاف الحقيقه. وحوش المستوى الثاني كلها بتتدبح في بعض في خناقه شوارع علشان نفس الجيزه. بما ان مفيش وحوش ذهبيه لسه ظهرت، وانشياو بعت الدب والذئب يقتحموا المعمعه ديت على طول. دب الحام شق طريقه في النص، ما كانش فارق معاه الهجمات الضعيفه، وكان بيكسر اي حاجه قدامه بقوه غاشمه، وقدرته على الشفاء السريع مخليه تاخده في السماء. وانشياو وهو ماشي ورا المجزره دي شاف اخيرا الحاجه اللي الوحوش بتموت نفسها علشانها، نبع روح كامله. ومش بس كده، ده كمان حواليه ازهار روح السماء. الكنز ده غالي جدا لدرجه انه بيجذب حاجه اخطر بكتير. وبالفعل صوت خطوات مرعبه اكدت ظنه. وانشياو ما ترددش ثانيه ورفع طوطم الوحوش علشان يضاعف قوتهم. وهنا وصل التهديد الحقيقي. في الصخر بمستوى قمه الرتبه الذهبيه داخل يهجم على ساحه المعركه عند نبع الروح. الوحش ده كان جبار، بس بفضل الطوطم الذئب والدب بهدلوه لحد ما خلوه حطم على الارض. بامر من وانشياو ذئب الجليد سدد الضربه القاضيه، والفيل الصخري وقع ميت على الارض، وبيضه الوحش نزلت منه. وقبل ما وانشياو ياخد نفسه، وحش تاني بدا الهجوم. وحوش اضطروا يدافعوا من تانيه. انضم ليهم قطاع ذئاب سوداء برونزيه من المستوى الثالث، بس سواء مستواهم عالي او لا اتقطعوا حتت على ايد الوحشين المتحولين بتوعه. وفي النهايه حتى ذئب الجليد كان باين عليه التعب. دب الحام اضطر كمان انه يعرق علشان يخلص على اخر ذئب اسود. لما الساحه هديت خالص، وجت الاقليم اكدت لوانشياو ان نبع الروح بقى ملكه. لما رجع اقليمه، النواه بدات تسحب نبع الروح وتنقله لغابته الخاصه كبحيره جديده. بحيره نبع الروح الجديده غيرت المنطقه على طول. الطاقه بقت كثيفه جدا، والنباتات بدات تنمو بشكل استثنائي. وفجاه ذئب الجليد رجع للاقليم لوحده. وانشياو فهم ان النبع الغني ده ممكن يحفز الحاجه اللي مستنياها، تطور. وانشياو بص على المعلم الجديد اللي في اقليمه وكان طاير من الفرحه. اول ميزه حقيقيه للاقليم هي بحيره نبع روح بتقدر تغذي النباتات على مساحه 1000 متر. وفجاه عيون ذئب الجليد نورت باللون البنفسجي، وجرى على البحيره علشان يشرب منها، والطاقه الروحيه بدات تتجمع حوالين جسمه. الحاله بتاعته اكدت الخبر. الذئب لسه في الرتبه الذهبيه مستوى اول، بس دلوقتي هو في حاله تطور نشطه. بينما وانشياو مستني التحول يخلص، القصه انتقلت لمستنقع سموم في الناحيه الثانيه من العالم السري، حيث 3 اخوات ماشيين وسط ارض سامه ومعاهم جنود هيكل عظميه. الاخوه الصغيرين كانوا بيشتقوا من المستنقع ده، بس الاخ الكبير كان مركز على موارد السموم اللي هيجمعوها ويتاجروا بيها. ثقتهم دي جايه من موهبه الاخ الكبير في احياء الموتى، اللي بتخلي جنود الهياكل العظميه ما يتاثروش
السموم بتاعه المستنقعه. بعد ما جمعوا كميه كويسه الكبير امرهم بالانسحاب لان في علوق ذهبيه ممكن يدوبوا الهياكل العظميه بتاعتهم وهم قدامهم، وهم بينسحبوا الاخ التاني فكروا ان هم ما يدخلوش لعالم السر المتوسط ده علشان بس يلموا فضلات ويستنوا وحوش قويه يقتلوهم. وهنا ظهر هدفهم الحقيقي، هم كانوا ماشيين ورا وان شيو علشان يسرقوا الذهب الارجواني اللي معاه، لان سرقتهم اسهل بكتير من القتال على موارد العالم السري. كمان هم شايلين منه لان وان شيو بوظ عليهم تنمرهم قبل كده. دلوقتي هم عاوزين ينتقموا وياخدوا كل اللي معاه. قعدوا ينفخوا في نفسهم وفي موهبتهم واقنعوا بعض ان موهبه وان شيو كسيد مروض وحوش هي الاضعف هنا. وهم لسه بيضحكوا يتخيلوا وان شيو وهو بيترجاهم يرحموه. خطر جديد ظهر من وراهم في المستنقع، ظهر افعى اكله ووش الاخوه الثلاثه قلب الوان لما عرفوا ان اللي قدامهم ده ملك المستنقع من الرتبه الثالثه البرونزيه. اتملوا من الرعب وامروا كل جنودهم يهربوا، بس المشكله بدات لانهم سرقوا فاكهه روح سامه من منطقه الافعى ديت. فارس مبتدئ تبع الاخوه الثلاثه حاول يحمي ظهرهم بدرع حديديه بس اتهرسوا بقى حته لحم في خبطه واحده. الاخ الثاني صرخ في الثالث وقال له ارمي الفاكهه الروحيه ديت على امل ان الافعى تسيبهم، بس الاخ الثالث عرف ان الاوان فات لان الافعى الاكله خلاص علمت عليهم ومش هتهدى الا لما حد فيهم يموت. بما ان الاخوه الصغيرين كانوا مرعوبين الاخ الكبير حرق كل طاقته علشان يصحي جنود هيكل عظميه جديده من عظمه الحيوان الميته. خطته للطوارئ كانت قاسيه وبسيطه، الهياكل تشغل الافعى ثوانيه وبعدين نسحب الافعى ناحيه الغابه الكثيفه. وفي قلب المستنقع الاخوه الاشرار استوعبوا ان كل اللي في العالم السفلي ده بيشتركوا في اقليم واحد كبير، يعني لو وان شيو مش هنا اكيد هيكون في الغابه اللي قدامهم. الاخ الكبير كولي قرر ببرود انه يسحب الافعى الاكله ديت لوان شيو على امل ان الطالب المتفوق ده يكون مخبي ورقه كسبانه قويه فيخلوه يخرجها وبعدين يسرقوها منه. اول ما الخطه جهزت الاخوات استخدموا كرات سريعه وجريوا باقصى سرعتهم والافعى البلاتينيه وراهم مش سايبهم. وعند منبع النهر وان شيو وقف في صدمه وفرحته زادت لما شاف التحول بتاع الذئب. ذئب التلج بقى في مرحله الشباب وتحول لذئب قرن الجليد والرعده، وحش من الرتبه البلاتينيه في مستوى تاني بصفات مزدوجه. جسمه بقى اضخم بكتير وعليه علامات بنفسجيه وفوق جبهته قرن كريستالي حاده. مهاراته الجديده الرعد الهائج بتخلي كل ضرباته فيها كهرباء تخترق دفاع العدو. ولكن هنا يا اصدقائي بينتهي الجزء الثاني من حكايه المستيقظ ده. فيا ترى بقى بطلنا هيعمل ايه لما يشوف الناس ديت؟ ويا ترى هيخشوا عليه امتى؟ وهل هيتمكن من ان هو يقضي على الافعى اللي هم جايبينها له ويتمكن من القضاء عليهم هم كمان؟ ده اللي هنعرفه يا اصدقائي في الجزء القادم. وما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ترزعنا باللايك الجميل، تشترك في القناه وتدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم بالنصر القريب. ودمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.